عافاك، بغيت نخرج من هاد الروينه هادي. واش تقدر تجيب لي طوموبيلتي اللي حبسوها الضباط ديالكم؟ اسمح لي مون جينيرال، ما نقدرش نخلي بلاصتي. وعلى كل حال انا ما كنعرفش نسوق. يا الرئيس، لو كان ما كذبتيش في هذيك اللحظه كنتي غادي تعتق احد كبار الضباط في المغرب، والضابط اللي داع الصيت ديالو رفقة الجيش الفرنسي كنتي غادي تنقدو من المحاكمة العسكرية وبالتالي من الإعدام. والجنرال العملاق حمو أم حزون. فأشكون هو حمو أم حزون؟ وشنو هي قصة الجنرال حمو أم حزون؟ حمو أم حزون من مواليد زيان بخنيفرة، تزاد في عشرينيات القرن الماضي، وهو حفيد موحى وحمو الزياني البطل الكبير وقائد قبائل زيان المحاربة. غيلتحق بالجيش الفرنسي إبان الحرب العالمية الثانية سنة 1939، شأن كبار الجنرالات المغربية اللي شاركات في الحرب العالمية الثانية ولاندوشين. جنرالات بحال حبيبي وبوغرين وأسماء كبيرة اللي ساهمت في تأسيس نواة الجيش المغربي من بعد، بحال الجنرال أوفقير صديقه في السلاح في كل من الحرب العالمية الثانية ولاندوشين، واللي غيترأس المحكمة العسكرية اللي غتحكم على حمو بالإعدام في قضية الصخيرات. غير دابا شوية قتل 4 ديال الجنرالات، ودابا كيخرج 4 آخرين من الصف، وكان أولهم الجنرال حمو ومصطفى أمهارش اللي كان إداري بارع وعنده قدرة كبيرة على التخطيط، ومحمد حبيبي خريج المدرسة الحربية العليا بباريس، وبوغري الخياري ابن قائد قبيلة تاهلة اللي كتنتمي لقبائل بني ورايل المحاربة. من بعد ما غيخرجهم غيوقف قدامه حمو اللي كانت عنده بنية جسمانية ضخمة، على النقيض مع محمد عبابو اللي كان واقف تحت منه بحال القزم. مديدو اللي باقى ملطخ بالدم ديال الجنرالات اللي كلهم صحاب حمو اللي شاركوا معاه في الحرب العالمية الثانية ولاندوشين. مد يدو باش يسلم على الجنرال، ولكن الجنرال حمو رفض يصافح عبابو، دور وجهه للجهة الثانية وشعل السيجار الضخم ديالو، كتم عبابو الغيط ديالو وبدا كيشرح ليهم الوضع اللي هما فيه. غيقترح عليهم باش يشاركوا في الانقلاب، واللي كان كل ما كيقترح المشاركة ديال شي واحد من الجنرالات إلا وكيضمن ليه على أن الانقلاب ناجح، لحقاش كاع وحدات الجيش مشاركة فيه. هنا تدخل حمو قال ليه لا عبابو، هادشي اللي كتقول ما عنده حتى معنى وخطير بزاف، أنا ما متفقش معاك، وبصراحة هذا راه لعب دراري. كتم عبابو الغيط ديالو، خصوصا بعد ما التزموا الجنرالات الاخرين بالصمت خوفا من عبابو. هنا غيوجه الخطاب ديالو ليهم بربعه وقال لهم سمعوا، راه كنأكد لكم باللي راه الانقلاب نجح وراه كان مربوح من الاول، والمذبوح راه مات بقرطاسه بالغلط بعد ما نزع التنازل من عند الملك بالقوه. ودابا راه غادي نمشيو للرباط باش نكونوا مجلس الثوره، وغادي تكونوا نتوما هما العصب الحي ديالها. واش نتوما راضيين دابا؟ كلهم سكتوا في دليل قاطع على رفضهم للمشاركة معاه. غيرجع وغيلح عليهم وغيقول لهم على الأقل قولوا لي غير الرأي ديالكم. غادي يدخل حمو مرة أخرى وغيقول ليه نفس الهضرة تقريبا اللي قال ليه في الأول. غيساندوه الجنرالات 3 وغيعلنوا تأييدهم لأقوال الجنرال حمو. هنا عبابو غيسخط وغيأمر محمد الرئيس باش يجيب طوموبيل لاندروفر ويحتجز الجنرالات ب4، الجنرال حمو وبوغرين وحبيبي وأمهارش. هنا غيوليو هاد الجنرالات ب4 محكوم عليهم بالإعدام في كاع الظروف، لحقاش إلا نجح الانقلاب غيعدمهم عبابو، وإلا سقط غيعدمهم أوفقير. وكنتعمد نقول أوفقير ماشي الملك، لأن التحقيق كامل كان في يد الجنرال أوفقير، هو اللي كيعدم اللي بغى وكيعفو على اللي بغى نظرا لثقة الملك الكاملة فيه. طلعوا الجنرالات ب4 للسيارة تحت الحراسة ديال محمد الرئيس وجلسوا
وعينيهم شاردين في القدر اللي كيتسناهم. حمو قارو مورا قارو حتى غيرجع عندهم مع بابو مرة أخرى باش يشوف واش غيروا الرأي ديالهم. غيتفاجئ على أنهم مازال مصرين على موقفهم. غيأمرهم باش ينزلوا من لاندروفير ويركبهم في سيارة كاكات. غيكلف ضابط آخر بالحراسة ديالهم وغيطلب من الرئيس باش يمشي معاه. هنا غيتلاقاو بخوه محمد اللي كان غير كيدور بلا صلاحية حيت فقد السيطرة على الجنود ديالو. زادو جهة البحر وقال محمد لخوه محمد شنو غادي دير في الرهائن ديالك؟ جابو محمد عبابو غادي نطلق سراح الرهائن وغادي نعدم الاخرين. غيغوت عليه خوه محمد وغيقول ليه واش انت حمق؟ واش نسيتي الرأي العام الدولي؟ واش باغي تخلق لينا كونغو جديدة؟ غيجاوبو عبابو لا، غادي نصفي كاع الخونة ونسحق كاع الأحزاب السياسية وغندوز عليهم بالدبابات إلا اقتضى الحال. وبما أن محمد عبابو كان عارف خوه مزيان كيعرفو باللي متهور غيحاول يمنعو وغيقول ليه اسمع محمد، أنا خوك صنت ليا، ننسى هاد الموضوع دابا وغدا نتناقشو في المصير ديال الرهائن. دابا خليهم تحت الإمرة ديال جنودك وسير للرباط باش تقاد الأمور ديالك. غيقول ليه محمد عبابو واخا أنا غادي نقبل بالاقتراح ديالك، ولكن بشرط أنك أنت تبقى هنا وتبقى مستعد لأي طارئ، وأنا غادي ندي معايا الجنرالات بربعة على الرباط، وإلا بقاو مصرين على الموقف ديالهم أنا غادي نهدمهم. لا محمد، راه باستثناء الجنرال حبيبي راه كلهم صحابك، ما تعدم حتى واحد، وأنا متأكد بلي غيلتحقوا بينا بالأخير. وهنا غادي يتوجهوا الجنرالات بربعة بالقوة للرباط مع بابو حتى لواحد اللحظة اللي غتكون لغز، بحيث عبابو غيطلب من حمو في هذا الحوار اللي ما كانش عليه حتى شي شهود حول شنو دار فيه، من غير أن عبابو يمشي لاباز ديال القنيطرة ويطلب من أمقران باش ينضم ليهم. غيشد حمو السيارة ديال الجيب وغيمشي للقاعدة الجوية بالقنيطرة وتما غيلتقي بأمقران. وهنا غيطلب من أمقران باش يهز الطائرات ديالو ويقصف القصر الملكي بالسخيرات. هنا غيقول حمو الأمقران على أن الملك مات ولا أن عبابو ولا خطير بزاف وخاص نقصفوا القوات ديالو. هادشي اللي وصل أمقران لصالح حشاد. ولكن مسألة موت الملك واش حقيقة هاد الكلام قالوا حمو ولا غير أمقران خاف من رفض حشاد وحاول يقنعو بقصف القصر ديال الصخيرات؟ على كل حال حشاد غيرفض هاد الأمر لحقاش أولا أمر بحال هذا ما كيكونش شفهي وإنما كتابي وموقع من طرف قائد الحرس الملكي اللي كان هو المذبوح واللي أصلا كان مات هذيك الساعة. وهنا فين كاين الخلاف، بحيث أن الجنرال حمو نفذ أمر عبابو وتوجه للقاعدة الجوية بالقنيطرة، بحيث أن عبابو كان كينتظر الدعم من القوات الجوية بالقنيطرة، ولكن ماشي باش يطلب الدعم لعبابو وإنما طلب من أمقران باش يقصف قوات عبابو. واللي غيدعم هاد النظرية هو صالح الشاد واللي غيذكر في حواره شاهد على العصر على أن أمقران أكد ليه على أن الملك مات، وبالتالي شنو غتقصف هاد الطائرات من غير قوات عبابو. على كل حال فشل الانقلاب وبدات عملية البحث على قادة الانقلاب. تم إلقاء القبض على الضباط 10 واللي شاركهم عبابو معاه بالقوة، سواء فيما عرف بقيادة بوقنادل أو الجنرالات 4 اللي بقاو معتقلين طيلة ليلة الانقلاب. وها هو أفقير كيترأس المحكمة العسكرية اللي دانت الضباط ب10 وحكمت عليهم بالإعدام. غيركبوا الجنرالات ب4 حمو حبيبي وبوغرين والشلواطي في سيارة هالف تراك، وكيبانوا في الصورة كيحرسوهم 3 ديال الجنود، واحد بالرشاش ديالو وواحد موجه المسدس ديالو في اتجاه الكولونيل الشلواطي اللي كان شارد الدين. فداك المشهد التاريخي اللي كيبان فيه حمو حبيبي وبوغرين كيشوفوا في اتجاه المصور باستثناء الشلواطي، وكانت هاد الصورة
بالنظرات الشاردة والقسمات المصدومة لكاع هاد الجنرالات اللي كانوا كيتشاركوا في نظرة واحدة، نظرة هذاك الإنسان اللي كيشوف ملك الموت مسلوب من أي إرادة ومن الفرار من المصير ديالو، نظرة إنسان كيعيش آخر دقائق ديالو. هاد الصورة كانت آخر 10 دقائق في حياة هاد الضباط اللي تم الإدانة ديالهم من طرف محمد أوفقير. وصلوا لساحة الإعدام اللي انتصبت فيها 10 ديال الأعمدة، قدامهم بضع أمتار فصيلة الإعدام اللي كانت كتكون من 120 جندي من مختلف فصائل الجيش المغربي، ومنصة للحاضرين واللي غيحضر فيها مختلف الجنرالات والضباط بحضور ملك الأردن الملك حسين. ولا بعد بضع أمتار من فصيلة الإعدام واقف كل من الجنرال أوفقير والجنرال دريس بن عمار، هاد الجوج اللي كيتسناو أصدقاء الأمس باش ينفذوا فيهم حكم الإعدام. نزلوا الجنرالات بربعة، فإذا بهم كيلقاو بن ددوش الإذاعي المعروف واللي كانت عندهم معاه معرفة من قديم، غادي يناديو عليه بالاسم وغيعلنوا براءتهم من كل ما تنسب ليهم، باستثناء الكولونيل الشلواطي اللي كان ساكت بحال الا ما مسوقش، وهو اللي كيقولوا انه كان غادي يشغل منصب رئيس مجلس الثوره. توجهوا الضباط العشرة باتجاه أعمدة الإعدام، هاد الجنرالات اللي هما كل من حمو أمحزون والجنرال حبيبي والكولونيل الشلواطي والجنرال بوغرين والجنرال مصطفى أمهارش والكولونيل الفنيري والكولونيل عمي والكولونيل بالبصير والكولونيل بوبري والكوموندو إبراهيم المانوزي. فهاد اللحظة غادي توقع مشاحنة بين الجنرال دريس بن عمار والجنرال محمد أوفقير، بحيث غيقول دريس بن عمار لمحمد أوفقير: راه التعامل ديالنا معاهم خاص يكون وفق الضوابط والقواعد المتعارف عليها. هنا غيرد الجنرال بعصبية وبصوت عالي، لحقاش ملاحظة دريس بن عمار ما عجبتوش، وقال ليه: وهما كيفاش كان التعامل ديالهم معنا؟ وهنا غيبعد أوفقير على الجنرال وغيتوجه صوب كتيبة الإعدام وغيصيح فيهم: انتباه. هنا غيغوت الجنرال حمو: عاش الملك. غيجاوب محمد أوفقير: نار. 120 طلقة في أول ثانية اخترقات أجساد ضباط العشرة. هاد اللحظة اللي منعات الجنرال حمو من الكلام، صمت رهيب بعد تنفيذ العملية، وفرقة الإعدام كترفع الأسلحة ديالها في السماء، فيما معناه انتهاء العملية. وما بقى إلا صدى صوت الجنرال حمو في الأجواء وهو كيغوت قبل ما يموت: عاش الملك. هاد الصرخة اللي فتحات بزاف ديال التساؤلات حول مشاركة هاد الجنرال في الانقلاب من عدمها. كيقول الرئيس في الكتاب ديالو تذكرة الذهاب وإياب إلى الجحيم. كاين اختلاف في تفسير هاد الموقف، كاين اللي شاف أن الجنرال حمو غوت عاش الملك طمعا في العفو، ولكني شخصيا كنشوف أن حمو كان على صواب وهو كيغوت عاش الملك وهو واقف في طابور الإعدام. أنا مؤمن بأنه ما كانش ضد الملك حتى وإلا حكمت عليه المحكمة، بالعكس. هاد المحكمة اللي ترأسها الجنرال أوفقير اللي غيقوم بالانقلاب بعد أقل من سنة. كيقول أحمد المرزوقي في كتابه الزنزانة رقم 10: إلا طلبتي مني شهادتي المتواضعة في الجنرال حمو والجنرال أمهارش وبوغرين وما كنتش كنعرف حبيبي، غادي نقول ليك على أنهم ما كانوش انقلابيين، بل كانوا رهائن في الصخيرات بحالهم بحال الجميع. كانوا كيحرصوهم الضباط ديالنا وتم نقلهم بالقوة للعاصمة الرباط، وما لاحظش عليهم نهائيا، وهم في القيادة العامة على أنهم فرحانين ولا كيبان عليهم أنهم مشاركين، باستثناء الشلواطي اللي كان باين أنه كان مشارك في الانقلاب. وكيختم المرزوقي بالقول بإخلاص بلا ما ندعي على أنني عارف كاع جزئيات هاد القضية، باللي أنا ما تقبلتش الإعدام ديالهم بهاد السرعة. كانت هذه هي قصة حياة الجنرال حمو أمحزون من البداية للنهاية.